مفيش بيت معملش صينية البطاطس باللحمة، بس انا بقى هاخد صينية البطاطس لحتة تانية خالص. فلو زهقتوا من الاكل التقليدي، زهقتوا من الخضار المتسبك في الصلصة، فشوفوا الفيديو ده. اول حاجة هنجيب اللحمة ونبدأ نقطعها لشرايح رفيعة، وفي طاسة على النار هننزل بزيت زيتون ونحط فيها اللحمة اللي قطعناها تاخد صدمة كده على النار، وهنتبلهم بملح وفلفل ومعلقتين من صوص الديمجلاس. الصوص ده هتلاقوه متوفر في اي سوبر ماركت، ولو مش عايزين تحطوه مش مشكلة، بس هو بيدي طعم حلو قوي للحمة، بينقلها لحتة تانية خالص. وبعد كده هننزل بميه سخنه ونسيب اللحمه تستوي. هنجيب بقى البطاطس ونبدا نقطعها لحلقات متوسطه، والطاجن او الصينيه اللي هتدخل الفرن هفرم فيها بصل، وهتبل البصل بشويه سماق بيدي طعم حلو جدا للبصل، او ممكن بدل السماق شويه ملح وفلفل. وبعد كده هبدا ارص حلقات البطاطس فوق البصل وانزل عليهم بطبقه بشاميل خفيفه كده، وبعد كده ارجع احط طبقه بطاطس وفوقيها بشاميل، واخر طبقه خالص هنحط اللحمه بتاعتنا اللي بصوص الديمجلاس. هنغطي بقى اللحمه بالبشاميل واي نوع جبنه متوفره عندكم، وهندخلها على الفرن على طول. صوص الديمجلاس بقى اللي في اللحمه هيختلط كده مع البشاميل، وهيدوا طعم حلو قوي لصينيه البطاطس الجوسي الخطيره دي. ممكن تاكلوها برز او بعيش، في الحالتين هتعجبكم قوي.